وتأبى مشيئة القادر القوي إلا أن تثأر لدماء الأبرياء وتفضح جرائم السفاحين الصداميين وتكشف قنواتهم المظلمة في التسلل إلى مؤسسات الدولة ومواقعها الأمنية للاستمرار في الإيغال بدماء العراقيين. قيادة عمليات بغداد أعلنت اعتقال السفاح المتوحش فراس حسن الجنابي الذي اعترف بتسلله من خلال ضعف الإجراءات الاحترازية إلى مؤسسات الدولة منذ سنوات وتوثيق علاقاته من وراء عناوين مختلفة مع كبار المسؤولين والقادة الأمنيين والقضاة. وكشف الإرهابي فراس الجنابي أنه نفذ عشرات جرائم قتل طائفية بدم بارد، بينها مهاجمة موكب زفاف بالدجيل وقتل أكثر من 70 مواطنا واختطاف العريسين والاعتداء على العروس جماعيا أمام العريس قبل قتله وثم الفتاة. الجرائم يوثقها هذا التقرير. قصة جديدة من قصص الاختراق الصدامي لمؤسسات الدولة، ولكن هذه المرة موثقة بالصوت والصورة. فراس حسن فليح مجرم أقل ما يقال عنه إنه سفاح العراق لكثرة من قتلهم من شباب ونساء وأطفال. المفارقة تكمن هنا، فقد تمكن هذا السفاح من اختراق مؤسسات الدولة طولا وعرضا، وما أسهله هذه الأيام ليقتنص من كل وزارة أو دائرة حكومية مستمسكا يمكنه من الوصول إلى مبتغاه. فمن ناشط في حقوق الإنسان ومدافع عن حقوق السجناء تمكن من الدخول إلى أبعد نقطة والجلوس مع أعتى الإرهابيين وربما تسهيل هروبهم. ولم يكتفي إبليس عند هذا الحد، فتقمص دور رجال الدين وأخذ يشاركهم صلواتهم ودعواتهم، وتنكر بزي شيوخ العشائر ودخل المنطقة الخضراء زائرا مرة ومخططا لاعتداءات مرات عدة، كما عمل على اختراق المتظاهرين تحت يافطة نشطاء السلام زورا وبهتانا ليعمل على دس السم في العسل. هذا المجرم كانت له صولات وجولات في مسلسل القتل الطائفي، كانت أشد حلقاته إيلاما إقدامه على إبادة موكب زفاف مكون من أكثر من 70 شخصا يتقدمهم العريس وعروسه، ليكون شط الفرات شاهدا على دموية هؤلاء. تم اقتياد السيارات والتي يبلغ عددها 10 إلى منطقة الفلاحات، وتحديدا في مضيف الشيخ محجوب، وتم عزل النساء والرجال والأطفال، يعني كل واحد تم عزله بمكان. قامت مجموعة من مجموعة الشيخ محجوب بقتل الرجال بواسطة عيرة نارية ورميهم بالشط، ثم اغتصاب النساء وحدة تلو الأخرى في مضيف الشيخ معجوب، ومن بعدها كذلك ضربهم بواسطة إطلاقات نارية ورميهم في الشط، ومن بعدها الأطفال. قامت مجموعة الشيخ محجوب بربطهم بواسطة البلوك وشدهم ورميهم في الشط، وكان عددهم 15 واحد، 15 طفل. كان بانتظار المفتي، كان مصري الجنسية يدعى أبو ذيبة، وأعطى فتوى لإبراهيم وأمر بقتل العروس والعريس واغتصاب العروس. أحد مساعدي السفاح اعترف بانتمائه إلى ما يسمى بجيش المجاهدين، الذي يتحدث وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي هذه الأيام عن قرب انخراطه في العملية السياسية ومنح أعضائه الامتيازات. علامات استفهام وتساؤل كثيرة يطرحها المواطن: إلى أين يسير الوزير بالبلاد والعباد
بعد مصالحته قتلة الشعب ومن سيأخذ بحقوق الضحايا. انتميت إلى الجيش الإسلامي بسنة 2005، تفاتحت من قبل شقيقي عباس فاضل إبراهيم. قامت مجموعتنا ب 14 عملية إرهابية، من ضمنهم عملية أهل الغاز، جمعي المنطقة شاطئ التاجي من مدينة الصدر، وتم قتلهم من قبل سفيان وكاظم وحسن زاقة ومازن. سفيان رموا عليهم سيدي بس برا الشاشات، وقفهم سيدي سفيان، ذب عليهم بنزين وذب عليهم رمان سيدي وحرقهم. ثاني عملية ابن عمي أخذته وقتلته، ذبحته بالسكين، اللي كونا كان يهددني أبلغ الأمريكان عليكم أخلي ياخذوكم، وشمرته يم شارع الغاز قرب معمل الصوف. العملية الثالثة عملية الزفة سيدي، أمرنا نقتل العروس والعريس. أبو عادل قص صدرها، وإبراهيم أمرنا أن أقصه، قلت له ما أقدر أقصه، قال قص، وقصيت صدرها. وإبراهيم قتل العريس ذبيناهم. أي فرصة استغلها هؤلاء الذباحون لاختراق المؤسسات الحكومية أو مكنتهم من التخفي تحت يافطة المنظمات الإنسانية. كل هذا يجري ومئات القتلة والذباحين ينتظرون في السجون من يدافع عنهم أو من يهربهم وسط عجز القضاء عن تنفيذ أحكام العدالة بحقهم. أسئلة تبحث أمام المسؤولين الصامتين عن جواب.